الجواز في أحسن حالاته حاجة حلوة فوق الوصف، وفي أسوأ حالاته كارثة مليانة خسائر. الجواز ممكن يكون مصدر أكبر فرحتنا أو سبب أعمق وجع جوانا، أو ممكن يكون الاتنين مع بعض أو ولا حاجة فيهم. هو باختصار حاجة معقدة. المحبة والاحترام في الجواز زي الأكل والمية للجسم، ممكن تحاول تعيش من غيرهم بس المنظر مش هيبقى لطيف، وأغلبنا عارف كده. يا زوج مراتك محتاجة تحس إن هي محبوبة، ويا زوجة جوزك محتاج يحس إن هو بيحترم. هنشوف بعدين إن الحب والاحترام لازم يجوا من الاتجاهين، بس الترتيب هنا ليه معنى. ربنا ادانا أدوار مختلفة وخلقنا باحتياجات مختلفة، عملنا مختلفين، ودي حاجة حلوة على فكرة، الحمد لله يعني، لأن لو في اتنين مني الجوازة مش هتشتغل قوي. الجواز مش إنك تدي الشخص التاني اللي أنت محتاجه أو عايزه، لكن إنك تفهم هو محتاج إيه وتديهوله. ما ينفعش تقول أنا لو مكانك كنت هبقى عايز كذا وكذا، لأن الحقيقة لا أنت مكانها وهي مش مكانك. الفيري تيلز أو القصص الخيالية علمتنا إن إحنا نتجوز علشان إحنا في حالة حب، وهنا الحب حالة والجواز فعل. لكن بعد ما بتتجوزوا بنكتشف إنه الجواز هو الحالة والحب هو الفعل. الحب اختيار، وفي الجواز هو 1000 اختيار كل يوم. هو الأفعال اللي بتعملها والتضحيات اللي بتقدمها لشريكك ولعيلتك. الحب فعل مش مجرد إحساس، ولو استنيت الإحساس يجي الأول قبل ما تتصرف بحب، ساعتها أنت ماشي ورا مشاعرك. وزي ما المشاعر دي خلتك تتجوز بسرعة، ممكن قوي تخليك تخون بسرعة برضه. ما هي نفس الجاذبية اللي خلتك تقع في الحب ممكن تشدك وتخليك تقع برضه بره الحب. لكن في الجواز المشاعر بتيجي بعد الأفعال. كل ما تستثمري وقت وتفكير في جوزك، وكل ما تستثمر مجهود ساعات فلوس في مراتك، كل ما المشاعر القديمة الجميلة هترجع تاني. قلبك بيمشي ورا كنزك، يعني أي حاجة أنت بتستثمر فيها قلبك بيتشد في اتجاهها. مش الحاجات اللي أنت مضطر تعملها، لكن الحاجات اللي أنت بتختار وأنت كمان بتختاري تعمليها، هي دي الكنز الحقيقي. فاستثمر في شريك حياتك. بس خد بالك من حتة الفلوس، لو استخدمتها علشان بس تشتري الحب ده ما اسموش حب. لكن لو صرفت شوية فلوس كوسيلة ان انت تعبر بيها عن حبك من غير ما تستنى مقابل، هو ده الحب. لازم حكمة وتوازن. الفكرة انك تساعد قلبك ان هو يسيب التعلق بحاجات انت شايف ان هي مهمة، ويمسك في الكنز الحقيقي في شريك حياتك. استثمر في كنزك علشان قلبك يتحرك في الاتجاه الصح.